أهلا بالقلب. والله هلا وسهلا. يا أهلا بالقلب. والله اشرف شرف تشرفتني تصورت معك. يعطيك ألف ألف عافية من قلبي. من اللي سلم على الوالد؟ عاطف المالكي. وصل يا عاطف، سلامك وصل، الله يكثر خيرك، شكرا يا حبيبي. مع الوالده نامت قلت ناخذ برمي في مكه. مكه حقنا ليل. مين اخذني؟ سلطان. يا اهلا وسهلا يا فندم. سلطان حبيبي، ابي لفه في مكه كذا حلو. باخذك في جميع انحاء مكه وبختمها بالملاوي. الله يرحمه. ما عندك فتحه بالسقف؟ لا ما في. والله يرحمه بتجيك فتحه. والله العظيم يا مكه انكم طيبين والملاوي اني احبهم، بس جاتني فوبيا صراحه. انا اذا شفت واحد قال من الملاوي والله اني اخاف. والله العظيم. المكة انتم كيف حرجتوني وش الزين هلا والله. والله من بعدك حبيبي. اقول لك شيء، تفضل. اقسم بالله شرفتني اكثر شرف. والله شرف لي، الله يسعدك يا فارس، ما قصرت يعني، جيتك هذه حالة خاصة. اقول لك شيء، ها. يزين مكة ويزين اهلها ويزين دامك انت فيه. ويا زينك انت متواجد مكة. الله يا جماعة تلوموني واقول احب مكة. عبادي. هلا. طبعا عبادي الزهراني شاعر النادي الاهلي المعروف اللي فارس عوض قال عنه. الناس كلهم اللي عندي يعرفونه. طب اقول لك شيء. طب اقول لك شيء. تامر عاشور شغال والجو حلو. تدري ايش يبي لها؟ ابيض دافي. ايه تكفى. وضحكتك مثل الصبح بنغام فيروز. فيروز. والشعر ما غير لعيونك تخلد. ما في حاجة في ملامح مدفوس. فوز. مالو بعض الناس لو هي تقلد الكلام اللي على وصفك يجوز، واقول يا قلبي عليها تجلد، زيح الستار وخلنا نقطف اللوز. لا مش شعورك داخلي ما تبلد الله. الى اخرها. العظيمة في ناس وانا في مكة الان يطلبون دعاوي في حياتي ما قد شفتها. دعاوي غريبة عجيبة يعني. لا اله الا الله. يعني انا ما ادري، انا اخاف ادعي الدعاوي ذي يعني يوم القيامة تخيل كذا قدام الملأ. وين ودي وجهي من ربي وانا ادعي الدعاوي ذي واللي يطلبها يعني انت وين تودي وجهك وانت طالب دعوة زي كذا. لكن كلكم هذا اللي طلبوا دعاوي ما راح اقول لكم ايش طالبين دعاوي، ان والله ممكن ما تصدق. تخيل انا فاكر بالحرم بلكت صراحة اعترف. خلوا على جنب، لكن توني اقرا كومنت اقرا شوف يقول بالله شكل لي دعاوي اثق بذوقك. طالب من تطبيق انا لا نبو دار العدو. استغفر الله العظيم. داخل بقالها انا مش بالله شكل لي دعاوي، شكل لي من هنا شيء الوان شيء اثث. والله العظيم. لا ويثق بذوقي بعد يعني عطوره هي. استغفر الله العظيم يا جماعه، والله حرام ما يجوز يا جماعه. يعني وش ذا؟ غير التغريدة في تويتر انه 4 مستشفيات في الطائف كل دكتور مو بعارف ايش اللي قاعد يصير مع الوالدة. الوالدة سلمكم الله عشان تعرفون اللي صاير لها، عندها الصفائح الدموية. ممكن شخصين يتابعني دكتور او شيء. الصفائح الدموية عند الوالدة نزلت، الطبيعي هو 150,000 نزل 7,000، فاضطروا على طول تنويم. ويوم كانت التنويم كانوا يعطونها علاجات منها كورتيزون، والله ماني داري ايش الاسم الثاني. ارتفع عندها ل 50,000 او 70,000، قالوا لها اطلعي. في يوم طلعت ارتفع عندها الصفائح الدموية وصلت إلى 217 أو 250. بدأ ينزل 217، بدأ ينزل إلى 210. اليوم محللنا طلع 110 نزل نزول مو طبيعي.
انا كدوري او دور اي شخص تعبان او انه في شيء بيروح يسال ويتاكد ايش السبب اللي خلى الصفائح تنزل. حللوا ما في شيء، والله هذا اللي يقول ما في شيء. لكن الحمد لله ان الوالده كويسه، ولكن كل ما نسال دكتور ايش سبب النزول ما حد يعرف. هل ممكن تدلوني على مستشفى، على دكتور معين في الطايف، في مكة، في جدة، في الرياض، في برا السعودية؟ ما عندي مشكلة، لكن نبي نعرف صراحة. الموضوع مو كذا عيد خلاص. يعني في دكتور هنا قاعد اقول له قال لا كذا كويس ما شاء الله واحنا جالسين عنده، قال لا الحمد لله كويس. اذا حسيتي بنزيف او حسيتي بشيء على طول. طيب اذا الوالدة نايمة ونزفت ما حد درى عنها، هنا الموضوع يثير الجدل شوي. فعموما اللي يعرف يا ريت يعلمنا.